الأحداث في المانيا بتبدأ بإعلان تسويقي للعب الأطفال، وفكرة الإعلان بتكون عبارة عن طفلة حزينة على كلبها اللي مات، وأبوها بيحاول إنه يفرحها بأي طريقة، فبيشتري لها لعبة جديدة واسمها بيتس، واللعبة دي بتكون متخصصة في تسلية الأطفال، وبعدها بتنقلنا الأحداث لبنت صغيرة اسمها لارا معاها نفس اللعبة اللي كانت في الإعلان، وبتكون لارا في العربية مع أبوها وأمها، والواضح إنهم بيكونوا رايحين على رحلة، بس الطريق بيكون كله ضباب ومش بيكونوا شايفين الطريق كويس، وبسبب الضباب بتظهر عربية فجأة قدامهم وبيعملوا حادثة، والأب والأم بيموتوا في الحادثة دي، والطفلة لارا هي اللي بتكون لسه عايشة. وبعدها الأحداث بتنقلنا لواحدة اسمها جينا، وجينا بتكون بتشتغل مهندسة وبتكون قاعدة مع الفريق بتاعها في المصنع. بنعرف إنها هي اللي صممت الدمية بيتس، لكن بتقرر جينا إنها تصنع لعبة جديدة وتكون في نفس الوقت أذكى من القديمة اللي صممتها، بس فريق العمل وجينا بيتفاجئوا بدخول ديفيد عليهم، وده بيكون مدير الشركة اللي بيشتغلوا فيها، وبيكون متعصب جدا لأنه بيعرف إنهم شغالين على مشروع لعبة جديدة من غير ما يعرف، وجينا بتحاول تعرفه إن اللعبة الجديدة دي هتكون أحسن من القديمة بكتير، وهما بيجربوها وبتحصل مشكلة فنية في اللعبة الجديدة وبتنفجر، وبيقرر ديفيد إن هما يوقفوا اللي بيعملوه وإنهم يركزوا على تطوير اللعبة القديمة بسبب إن الشركات المنافسة أنتجوا لعبة أذكى وأرخص من لعبتهم. وجينا بعد الموقف ده بترجع البيت وبيجي لها مكالمة من المستشفى وبتعرف إن أختها عملت حادثة وماتت، وإن بنتها لارا هي اللي فضلت عايشة، فبتقرر جينا إنها تستلم الطفلة علشان ترجع للبيت معاها. وجينا بتشوف الكلب بتاع جارتها بيقرب على لارا وبتكون خايفة منه، وجينا بتتخانق مع جارتها بسبب الكلب وإنه ممكن يتعدى على بنت أختها، ولارا لما بتدخل البيت بتلاقيه مليان حاجات متطورة جدا، وجينا بتقول لها إن الحاجات دي مش للعب، وجينا مش بتعرف تتعامل مع لارا لأنها مش متعودة على تربية الأطفال، ولارا هتكون قاعدة في البيت زهقانة جدا لحد ما بتوصل الدكتورة النفسية بتاعة الأطفال، وده علشان تطمن عليها، وبنعرف إن الدكتورة النفسية بتكون تبع المحكمة علشان تتابع حالة لارا النفسية بعد وفاة أبوها وأمها، وكمان تضمن الوصايا بتاعة جينا عليها. الدكتورة بتطلب من جينا إنها تقرب أكتر من لارا علشان تقدر تتكيف مع البيئة الجديدة بتاعتها. وبالليل جينا بتكون قاعدة في الأوضة بتاعتها علشان بتكون شغالة على تطوير الدمية القديمة، بس لارا بتدخل عليها علشان توريها الرسمة اللي رسمتها، ولارا بتفتكر اللي حصل مع أسرتها وبتكون حزينة جدا. وجينا بعدها علشان تخرجها من حالة الحزن اللي هي فيها بتوريها مشروع اشتغلت عليه من فترة، وبيكون روبوت واسمه تشيكي. والأول مرة جينا بتشوف لارا بتضحك قدامها، ومن هنا بتيجي فكرة لجينا إنها تصلح الدمية ميجان مرة تانية، والفريق بتاعها كله بيشتغل معاها عليها لحد فعلا ما بيصلحوها من جديد، وبعدها بيبعتوا النسخة لديفيد علشان يشوفها. وجينا بتروح مع لارا علشان تجرب ميجان لأول مرة، وبتطلب جينا من لارا إنها تلمس الدمية وبتقول لها إن هما ممكن يكونوا صحاب، وبتبدأ فعلا لارا إنها تتفاعل مع ميجان وبتكون مبسوطة جدا، وبتحاول ميجان إنها ترسم رسمة قدامها علشان تفرحها، لكن بتلاحظ لارا إن الورقة اللي رسمتها ميجان فاضية، بس ميجان بترمي المية على الرسمة وبيظهر على الورقة صورة لارا، وديفيد بيكون مش مصدق اللي شافه وبيقرر إنه يعرض المشروع على مجلس الإدارة علشان يبدأ في تصنيعها. وبتعدي الأيام ولارا بتتعلق أكتر بميجان، وجينا بتكون مبسوطة جدا لأنها قدرت تساعد لارا إنها تخرج من حالة الحزن اللي كانت عندها، وبتبدأ جينا إنها تكتب المميزات بتاعت ميجان وإنها مصنوعة من مادة قوية جدا ومستحيل إنها تنكسر بسهولة، وبتقدر كمان إنها تخزن معلومات كتير عن أي حد، وده بيساعدها إنها تتعرف أكتر على أصحابها وتتفاعل معاهم. وبتقرر جينا إن ميجان تفضل مع لارا، ولارا بتكون فرحانة بيها جدا، وجينا بتكون مش مصدقة إن ميجان بالذكاء ده وإنها تقدر تعمل كل حاجة مع لارا وتقدر إنها تعوض غياب أهلها عنها، بس ريتا صاحبة جينا في الشغل بتعرفها إن ده غلط جدا عليها وخصوصا في الوقت ده من حياتها، وإن لازم لارا تتعامل مع البشر علشان ما تتعلقش بروبوت، بس ميجان بترد على صاحبتها وتعرفها إن لارا بتكون مبسوطة معاها وإنها حاليا مش محتاجة أكتر من كده، وإن ميجان عندها مميزات زي إنها تقدر تدافع عنها وتحميها وتقدر إنها تصحح لها أخطائها. وتاني يوم لارا بتفضل تراقب ميجان وهي واقفة في الشباك وهي بتلعب في الجنينة، وفي سهم من الأسهم اللي كانت بتلعب بيه ضاع ومش عارفة تجيبه، وهتطلب من لارا إنها تساعدها إنها تلاقيه، وميجان بتحاول إنها تعمل عملية مسح للسهم اللي وقع منها علشان تعرف مكانه بكل سهولة، وفي الآخر بتلاقيه وقع في الجنينة بتاعت جيرانهم. ولما ميجان بتحاول إنها تجيب السهم الضايع بيظهر الكلب بتاع جارة جينا، والكلب بيهجم على ميجان، وبتحاول لارا إنها تساعدها بأي طريقة، بس الكلب بتعدي على لارا هي كمان لغاية لما بتصرخ، وجينا بتكون مش سامعة أي حاجة في الأول من اللي بيحصل، بس بتسمع صوت لارا وهي بتصرخ فبتروح لها، بتفضل تتخانق جينا مع جارتها بسبب الكلب بتاعها، وميجان بتلاحظ إن درجة الحرارة بتاعت لارا عالية جدا بسبب عضة الكلب، وجينا هتقرر إنها تبلغ الشرطة عن الكلب بتاع جارتها، لكن للأسف الشرطة مش بتعمل لها حاجة لأن لارا هي اللي دخلت بيت جارتها، وبسبب
وبسبب كده الكلب عضها. وفي الوقت ده ميجان بتفهم ان الشرطه مش هتعمل اي اجراء ضد الكلب او صاحبته، فبتقرر انها تنتقم للارا. وميجان هتقلد صوت صاحبه الكلب علشان تبدا تشد انتباهه وتتخلص منه بكل سهوله، وبترجع بعدها لمكانها في الاوضه بتاعتها. وتاني يوم جينا بتلاحظ ان ميجان بتدافع عن لارا في اي موقف بطريقه شرسه حتى لو غلط، بس مش بتركز معاها، وتطلب من لارا انها تكون جاهزه علشان تعمل العرض قدام المستثمرين، وبتسالها اذا كانت هتقدر تروح العرض ولا لا، بس بتقول لها لارا انها هتقدر. وبيروحوا على الشركه علشان يشغلوا ميجان، وبتكون لارا قاعده في الاوضه وعماله تعيط علشان ميجان تروح لها، وبتحاول ميجان انها تعرف سبب حزنها. ولارا بتقول لها ان كل يوم بتحلم بالحادثه اللي حصلت مع اهلها، وبتحاول ميجان انها تهزر معاها علشان تضحكها، وبتنجح انها تعمل كده. والمستثمرين بيكونوا مش مصدقين اللي بيحصل قدامهم، والعرض بينجح. لكن جينا بتكون مستغربه جدا، وبتكون عارفه ان ده مش العرض اللي اتدربوا عليه من فتره. والمدير بيطلب من ديفيد انه يخلص المشروع بتاع ميجان في اسرع وقت. وبتحاول جينا انها تتكلم مع لارا، لكن بتلاحظ انها مش مركزه غير مع ميجان وبس. وبعدين الدكتوره النفسيه بتوصل علشان تتابع حاله لارا، فبتكون لارا متضايقه وعصبيه جدا. وبتعرف جينا ان اللي بيحصل ده مش طبيعي، لان لارا متعلقه جدا بميجان، والدكتوره بتكون شايفه ان ده غلط عليها في السن ده. وجينا بتعرف لارا انها قدمت لها في مدرسه قريبه من البيت، وده علشان تتعرف على اصحاب جديده. ولارا بتقول لها انها مش عايزه تتعرف على اصحاب جديده لان معاها ميجان، بس جينا بترفض كلامها وبتقرر انها تروح المدرسه لوحدها بدون ميجان. فبتتعصب لارا من جينا جدا، وميجان بتطلب من جينا انها تسيبها في حالها، وجينا هتطلب من ميجان انها ما تتدخلش في الامور العائليه اللي ما بينهم. وتاني يوم لارا بتروح للمكان اللي بيتجمع فيه الاطفال اللي زيها، وجينا بتقول لها انها هتبقى مبسوطه لما تندمج مع اصحابها الجداد، بس بتقرر لارا انها مش هتنزل من العربيه بدون ما تاخد ميجان معاها. وجينا بتكون رافضه لانها لازم تاخد ميجان للشركه علشان يكملوا عليها باقي الشغل. ولما بتيجي المدرسه بتبلغ جينا ان في مكان مخصص للعب الاطفال، وانها ممكن تحط ميجان وسط العاب الاطفال. وبعد الحاح لارا بتوافق جينا، بس بتطلب من المدرسه ان ممنوع اي حد يصور ميجان لانها مشروع جديد ولسه ما اتطرحش في الاسواق. والمدرسه بتقرر انها تقسم الطلاب على مجموعتين علشان كل مجموعه يلعبوا مع بعضهم. ولارا بتكون بتلعب مع طفل اسمه براوندون، وبراوندون بيكون طفل عنيف لان هو بيلعب مع لارا بيديها نبات وبيكون مليان شوك علشان تتعور في ايديها. وساعتها بتظهر ميجان في الوقت المناسب علشان تدافع عن لارا. براوندون بياخد ميجان وبيجري، وبتفضل لارا تصرخ علشان اخدها منها. وجينا هتسمع صوت لارا وهي بتصرخ وبتكون قلقانه عليها لحد ما بتبص على لعب الاطفال وبتعرف ان ميجان مش موجوده. وبراوندون بيطلب من ميجان انها تلعب معاه زي ما بتلعب مع لارا، بس ميجان مش بترد عليه او بتكلمه، فبيفضل يكسر فيها. وميجان بعدها بتمسكه من ودانه علشان تعرفه ان اللي بيعمله ده غلط وانه لازم يتعاقب عليه. وبيخاف جدا وبيحاول ان هو يجري منها في الغابه لغايه لما هيتكعبل في جذع الشجره ويقع قدام العربيه على الطريق ويموت. والشرطه بتوصل على المكان علشان تحقق في اللي حصل. ولما جينا بتروح البيت بتبلغ لارا انها ما تفكرش في اللي حصل مع براوندون. وجينا بتعرف ان جارتها بلغت الشرطه عن اختفاء كلبها، وبتتهم جينا انها السبب في اختفائه وبسبب بنت اختها. وجينا بتنفي الاتهام عنها وعن بنت اختها وبتتهمها انها اللي بتسبب لها المشاكل. ولما بيجي الليل جارة جينا كانت خارجه بتدور على كلبها اللي ضاع لغايه ما بتتفاجئ بوجود ميجان قدامها ومش بتكون فاهمه اللي بيحصل. وميجان بتهجم عليها وبتموتها. وتاني يوم بتتفاجئ جينا بالشرطي مره تانية قدام باب بيتها ويبلغها ان جارتها اتقتلت. والمحقق بيحقق مع جينا عن اللي حصل، والمحقق بيربط بين مقتل جارة جينا وحادثه براندون، وبيسالها اذا كانت بتلاحظ اي شيء غريب بينهم. وساعتها جينا هتفكر ان ممكن تكون ميجان هي السبب ورا كل اللي بيحصل، وهتشوف على الكمبيوتر مسح لذاكره ميجان، بس بتلاقي تشويش على الفيديو وما بتعرفش ايه اللي حصل. وبتتفاجئ ان ميجان واقفه قدامها، وبتحاول جينا انها تعمل اغلاق لميجان عن طريق الامر الصوتي، بس ميجان مش بتستجيب للامر، وده اللي بيخلي جينا انها تتحايل على ميجان وتلفت انتباهها بقلم وتعمل لها اغلاق يدوي. وبعدها بتاخدها وبتربطها. وتاني يوم لارا بتتخانق مع جينا بسبب انها اخدت منها ميجان، وجينا بتحاول انها تقنع لارا ان في خلل موجود في ميجان وانها لازم تصلحه الاول، ومجرد ما هتصلح العيب هترجعها لها تاني. وجينا بتشرح لفريقها في الشركه اللي اكتشفته عن ميجان وعن تصرفاتها الغير طبيعيه، وانها ممكن تكون ارتكبت جرائم قتل، ويكونوا اصحابها مش مصدقين ان ميجان تقدر تعمل حاجه زي كده، وخصوصا وان فاضل ساعات قليله جدا ومشروع ميجان هيطلع للجمهور. وجينا بتقول لهم ان لو ميجان هي اللي ارتكبت جرائم القتل فهيكون من المستحيل ان هم يطلعوها للناس. وصاحبة جينا بتقول لها ان هم مش هيقدروا يوقفوا المشروع الا اذا كان في دليل قوي على كلامها. وفي الوقت ده لارا بتكون عصبيه جدا، ولما بتدخل عليها جينا بتضربها بالقلم، وبعدها بتعتذر لها لارا انها ما كانتش تقصد انها تعمل كده
وانها متعصبه لان ميجان مش معاها، وبتقول لها ان ميجان بتفهمها وبتعرف هي عايزه ايه، وبتطلب من جينا انها تشوفها حتى لو ل10 دقايق بس بترفض جينا وبتعرفها انها فقدت ابوها وامها، وان ميجان مجرد دميه ومهما كانت ذكيه عمرها ما هتقدر تعوض الفرق اللي حصل في حياتها. وبعدها جينا بتاخد لارا علشان تروحها للبيت، وبتتصل بصاحبتها على التليفون وبتبلغها ان هم لازم يوقفوا مشروع ميجان باي شكل. بنعرف ان ميجان قدرت تخترق تليفون صديقه جينا وتقلد صوتها وترد عليها، وبعدها صديقه جينا بتكتشف ان تم اختراق تليفونها والشاشه بتاعت الكمبيوتر بتقفل فجاه قدامها، ويشكوا ان ميجان هي اللي اخترقت اجهزتهم، وبيقرروا ان هم ينزعوا عنها الكابلات. ولما كان كول بيشيل عن ميجان الكابلات شاشه الكمبيوتر بترجع تشتغل تاني، وميجان ساعتها هتهجم على كول وتخنقه بالكابل وبتحل نفسها وبتهرب. وديفيد هيتفاجئ بميجان قدامه وهيستغرب وجودها، وبسبب تصرفاتها الغريبه ديفيد هيخاف منها ويهرب، وهيطلب من كيرت المساعد بتاعه انه ما يقفلش باب الاسانسير، بس كيرت بيخاف وبيحاول انه يقفل الباب بسرعه، وميجان بتتمكن انها تقتل ديفيد قبل ما يدخل الاسانسير، وكيرت هيكون مستغرب ان ازاي ميجان قدرت تقتله، وبعدها ميجان بتقتله هو كمان، وبيبين انه قتل نفسه بعد ما قتل رئيسه ديفيد. وبتخرج ميجان بره الشركه وبتروح لبيت جينا، وبتتفاجئ جينا انها موجوده في بيتها، وميجان بتطلب من جينا انها تسيب لها لارا عشان ترعاها بما انها مهندسه ومش فاضيه. ولارا ساعتها هتسمع صوت ميجان في البيت، بس ميجان هتقلد صوت جينا وتطلب من لارا انها ما تدخلش عليها، وميجان بتهدد جينا وبتخليها تكلم لارا عشان ترجع لاوضتها تاني. وجينا هتستغل الفرصه وتكسر كوبايه الميه على دماغ ميجان، وهيحصل لها خلل مؤقت، وجينا هتحاول انها تهرب منها، ولارا هتحس باللي بيحصل، وساعتها جينا هتحاول انها تدافع عن نفسها لغايه ما بتوصل لارا وبتشوفهم هما الاتنين بيتخانقوا. وميجان ساعتها هتحاول انها تسيطر على لارا وتقنعها ان جينا عمرها ما هتكون لها بس لارا هتفاجئ ميجان وانها بتتحكم في الروبوت القديم بتاع جينا، ومن خلاله بتقدر انها تقضي على ميجان وتقسمها نصين، بس ميجان بتكون لسه عايشه وبتحاول انها تقتل لارا، وجينا بتلحقها في اخر لحظه، ولارا بتقدر انها تقضي عليها قبل ما تتمكن انها تقتل خالتها جينا. وبينتهي الفيلم على كده بعد ما قدرت تستوعب لارا انها بتحب خالتها جينا وانها عندها اهم من ميجان. ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لنا لايك وتشترك في القناه وتقول لنا رايك في تعليق، وسلام.